بداية بإنجازات الجزائر الجديدة، خطوات متسارعة رسمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتحول الحلم بسكن لائق إلى واقع معاش. قراءة في الموضوع مع كسيلة منديل. أول حجر أساس حطيناه ما كان فيها ولا شيء ولا بيت مبني. صبحت اليوم يعني بلاد نتاع 200,000 نسمة. تتواصل جهود الدولة الجزائرية لمعالجة ملف السكن الذي يعد من أبرز القضايا الاجتماعية، حيث أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن القضاء على أزمة السكن يمثل أولوية وطنية من خلال مواصلة إنجاز المشاريع السكنية وتسليمها للمستفيدين في مختلف ولايات البلاد، مع إطلاق برامج جديدة تستجيب للطلب المتزايد. يصرحوا رؤوسهم مرفوعة أن ما فيش دولة أخرى في العالم اللي تقوم بالشيء اللي تقوم به الجزائر. هذه حب من حب وكره من كره، اللي حاب ينتقد الله يسهل عليه. ولكن الشيء اللي وصلته الجزائر في بناء مجتمع، لأن السكن عنده قسط وافر في بناء مجتمع بالمميزات اللي راها في المجتمع تاعنا اليوم. وتعمل السلطات على تنفيذ مختلف الصيغ السكنية على غرار السكن العمومي الإيجاري والترقوي المدعم وصيغة عدل، بهدف توفير سكن لائق وتحسين ظروف معيشة المواطنين. كما تراهن الحكومة على تسريع وتيرة الإنجاز واحترام آجال التسليم، مع توسيع العمران نحو المدن الجديدة لتخفيف الضغط عن التجمعات السكانية الكبرى. اليوم رحنا نبني أقطاب بصمت. أي دولة أخرى بنات مدينة جديدة مثل مدينة سيدي عبد الله، وتبنات مدينة سيدي عبد الله تبنات في ظرف 6 سنين 7 سنين. اليوم فيها أقطاب تضاف لها، صبحت تقارب تقريبا 1,000,000 نسمة، مكتفية بكل شيء، من الماء، من الكهرباء، من الطرق، من التعليم، من الحمد لله عليها ساعة، نحمد الله ونشكره. ويؤكد مختصون أن الجزائر حققت خلال السنوات الماضية تقدما ملحوظا في تقليص العجز السكني مقارنة بما كان عليه قبل عقود، غير أن استمرار النمو الديمغرافي وارتفاع الطلب يفرضان مواصلة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مع تحسين جودة الإنجاز وتطوير آليات التسيير. وبين طموحات الدولة وتطلعات المواطنين يبقى ملف السكن من أهم الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وسط أمال بأن تسهم البرامج الحالية في إنهاء الأزمة تدريجيا وتحقيق الاستقرار السكني لآلاف الأسر الجزائرية. شهداءنا الأبرار يكونوا ينظروا لنا بنظرة الرضا إن شاء الله. تحيا الجزائر.